الآن لو حكيت لك إنه القدس وقعت. وقع مستحيل. الآن وقع. وين شرف الأمة العربية والإسلامية؟ وين الشباب؟ الآن أنا بقول لك، الآن أنا بقول لك وقع الآن. مستحيل. لا وقع الآن. صعب. شرف الأمة العربية والإسلامية وين راح؟ شرف الأمة بروح مع المسجد الأقصى. مسجد أولى القبلتين ثلاث الحرمين، يعني شرف المسلمين كلها وشرف العرب كلها، مش بالساهل. صعب. مستحيل. الآن لو حكيت لك إنه المسجد الأقصى وقع. لا الموضوع إنه المسجد الأقصى وقع الآن. كيف؟ الوضع بحزن. القدس وقعت؟ القدس بتقعش. كيف؟ لا القدس بتقعش. القدس بتقعش. لو حكيت لك الآن إنه المسجد الأقصى وقع. هو مش حيقع. مش حيقع. في ربنا في القرآن حذكر انه مش حيقع. تمام. لأنه أولى القبلتين وثالث الحرمين. المسجد الأقصى وقع. لا كبيرة هذه، مش حقدر اصدق اكيد يعني. الانجاز قاعدين بدهم ياخذوها باي شكل من الاشكال، ما يحلموا ياخذوها لا هم ولا غيرهم كمان، هذا بضلها مقدساتنا. المسجد الأقصى وقع. ان شاء الله لا. لو حكيت لك إنه القدس وقعت. القدس وقعت؟ لو حكيت لك إنه القدس وقعت. القدس بتقعش. في وراها رجال بيحموها. في وراها رجال ولا عمرها بتقع. كيف بدها تقع القدس؟ الآن القدس وقعت. هذه مصيبة يعني، مصيبة كبيرة يعني. أنت بتحكي على أن القدس وقعت يعني، ما يعني سؤال صعب جدا يعني. إيش بتتوقع ردة فعل تكون يعني؟ شو؟ يعني كلنا فداء القدس. بدافع الدم بروحي بعمري، أولادك واولادي بكل ما املك من اجل المسجد الاقصى. ممكن تبعتي أولادك يستشهدوا بالقدس؟ نعم. أكيد من آخر يعني الموت رقب واحد والعمر واحد وكلنا ميتين، خليهم يستشهدوا لله بوجه الله. فدا القدس زي مهند وعلوان فادي علوان وانتو كمان ومين كمان؟ الهشلموني عدي وغسان. مين كمان؟ أشرف. ما بتقع القدس يا شباب. طول ما في ناس أمثالكم عندهم الإحساس هذا القدس ما بتقع. اطمئنوا.